عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. والله الولاد قاعدين بالليل كده وبيذاكروا. عندي الصغير يعني بيحب الحاجات الحلوة، وقاعد عمال يقول لي يا ماما عايز حاجة حلوة حاجة حلوة، يا ابني عايز حاجة حلوة. ايه، انا زهقت كل شوية حاجة حلوة حاجة حلوة، لازم حاجة حلوة بعد الاكل. المهم ايه، قعدت ادور في الدولاب الخزين، لقيت علبة ام علي دي من رمضان قاعدة. فقلت طيب يلا نعملها بقى ونشوف، وهعملها معاكم. حاجة سهلة وبسيطة، وبنفكر بعض نعمل ايه، اي حاجة حلوة. فاهو معانا مولتو عشان ازود الكمية يعني. فبقطعه واوزعه على الطواجن اللي هعملها فيها. وام علي طبعا بتتعمل بالفطير، بتتعمل بالملفيه، بس احلى حاجه الملفيه. وبعد كده ايه، العلبه دي بتستسهلي وتجيبيها، بتوفر معاكي. لكن الملفيه بقى غالي جدا، لما تروح تشتري كيلو او نص كيلو من الحلواني غالي جدا، او لما تعمليه في البيت برضو غالي جدا، بيستهلك زبده، كميه زبده كتيره قوي. فهتلاقي يعني ايه، حاجه سريعه كده، دي اسهل حاجه. فهنوزع اهو الكيس الملفيه اللي في جوه العلبة على الطواجن، وبيجي فيها كيس ملفيه وكيس المكسرات الصغير ده. احنا طبعا بنزود من عندنا جوز هند، زبيب، اي مكسرات تحطيها من عندك وتزوديها، وسكر بودرة. يعني هجيلكوا في الكلام دلوقتي. بص، انا بحط دلوقتي جوز الهند، يعني احنا ماشيين خطوة خطوة. بنزود جوز الهند عشان بيديلها طعم، اللي مش بيحبه ما يحطوش طبعا. في ناس كتيرة ما بتحبش جوز الهند جوه الحلويات والحاجة يعني. فهو بنحط جوز الهند، نبقى غاليين اللبن وراكنينه كده دافي. بنقلبهم شوية كده. احنا بنفكر بعض يا بنات زي ما قلنا. اه، مش لاقيه حاجه حلوه، فده على السريع تعمليها اه لولادك، وخفيفه وبتأدي الغرض. مش لازم كل حاجه رمضان يعني، لا، نعمل اي حاجه تاني اللي بنعمله في رمضان نعمله في اي وقت تاني، مش مفيش حاجه تقف عندنا يعني. بنحط شويه عين جمل. برضو كل الحاجات دي والله كانت عندي من رمضان مركونه. ام علي ميزتها انك انت تاكليها سخنه على طول، ما تستنيش عليها تبرد وكده، هتشرب اللبن بتاعها وتبقى مجلده ومش حلوه خالص. يعني ميزتها تطلعيها من الفرن وتهدى شويه والولاد ياكلوها على طول. اهو بنكسر بس عين الجمل. كل اي مكسرات عندك حطيها ما تقلقيش. هنحط الفانيليا اهو على اللبن، زي ما قلنا غاليين اللبن ودافي كده. هنحط اللبن على الطواجن دي. كل ما تكتري لبن عشان بتشرب لبن كتير، هي ام علي الملفيه ده بيشرب لبن كتير. جبت لبن تاني بزود. اهم حاجة اللبن يبقى مغطي الملفيه والحاجة بتاعتك. ده شوية مهلبية تعمليهم خفاف قوي، يعني نشا، معلقة نشا على نص كوباية لبن او كوباية لبن، وتقلبيه على النار. وبعد كده تبقى خفيفة قوي، مش تخينة زي المهلبية التقيلة، لا، تبقى خفيفة. دي بتديها بدل الكريم شانتيه. ده النشا ارخص، وحاجة عندك في البيت تعمليها، بقولك بكوباية لبن كده على النار، وتزوديها على الوش عشان هي اللي هتدينا الوش، والوش بتاعها الاحمر يعني. في ناس بتحط كريم شانتيه، احنا ده عامله بديل الكريم شانتيه، اللي هي ايه، المهلبيه الخفيفه دي. ما عندنا سكر بودره، بنحط على الوش كده. طبعا انا نسيت اقول لكم نبقى محليين اللبن.
ما تحلوش قوي، على حسب كل واحد برضو بيحبه حلو قوي، بيحبه نص نص، على حسب كل واحد. شكرا ليكم. واهو طلعناها، ما خدتش مثلا 15 دقيقة، وبالهنا والشفا على قلبكم.